السلام عليكم. بالله عليك يا شيعي دقيقة فقط أوضح لك أنه لو اتبعنا كلامك في الإمامة وأنها أصل الدين وأنها أهم شيء في الدين وأن الذي ينكرها كافر، فالجميع سيكون كافر والعياذ بالله. حتى النبي صلى الله عليه وآله يعتبر أنه مقصر. شوف مثلا عندك النبي صلى الله عليه وآله عندما كان يدعو الناس إلى الإسلام ما كان يذكر الإمامة، حتى في يوم الغدير ما قال بعدي 12 إماما. معنى ذلك أنه كتم العلم عن الناس وكتم أهم شيء في الدين، أصل الدين ما علم الناس به. يلا ماذا تقول في النبي يا شيعي يا موالي للعترة الخالقة؟ طيب أيضا علي بن أبي طالب يقول أنا لكم وزير خير من أمير. كان يهرب من الإمارة ويختار أن يكون وزير لأبي بكر ومستشار لأبي بكر وعمر، وهذا هو الواقع أصلا، لا تنكروا هذا يا شيعة. وأيضا يقول إنما الشورى للمهاجرين والأنصار، فمن اختاره كان لله رضا، كان يؤمن بالإمامة بالشورى وينكر الإمامة، ومن أنكر الإمامة فهو كافر، ومن آمن بالشورى فهو كافر. أرواحي لكم الفداء، لأن الإمامة أصل الدين. أيضا عندكم يا شيعة أن زرارة لم يعرف إمام زمانه، ويمكنك أن تسمع إلى هذا الفيديو للحيدري، والله يعني نفل زرارة نفلا، يعني جاب فيه كل العيوب لكن أهم شيء أن زرارة مات وهو لم يعرف إمام زمانه كما قال الخوئي أيضا. فعندك زرارة كافر لأنه لا يعرف إمام زمانه، وأنت تأخذ دينك من الكفار، إذا أنت كافر أيضا يا شيعي. أرواحي لك الفداء. أيضا تعرفون يا شيعة أن البطيخ ناصبي، وعندكم أن الولاية عرضت حتى على النباتات، وأول من آمن بالولاية هو الباذنجان، أرواحي له الفداء. وعندكم أحاديث كثيرة في النباتات الناصبية، الفالوذج لنا، والجرجير لبني أمية، والبطيخ الأحمر الذي ليس أحمر هذا ناصبي. المهم أيضا يقول المجلسي كتب أخبارنا مشحونة بالأخبار الدالة على كفر الزيدية وأمثالهم من الفتحية والواقفة وغيرهم من الفرق المضلة المبتدعة. يعني حتى فرق الشيعة التي تؤمن بالإمامة ولكن مع اختلاف بسيط تعتبرونها كافرة. يعني الناس كلهم عندك كفار يا شيعي، حتى أنت كافر، أرواحي لك الفداء. أيضا عندك الصادق يعتبر كافر لأنه كان من منكر الإمامة. كنت عند أبي عبد الله إذ دخل عليه رجلان من الزيدية فقال له أفيكم إمام مفترض الطاعة؟ فقال لا. حتى لو قال شيء عن هذا تقية فهذا كفر. لماذا ينكر إمامته؟ كيف لو النبي نفسه أنكر نبوته؟ إذن يا شيعي والله العظيم لو اتبعنا كلامك وأن الذي لا يؤمن بالإمامة كافر، فالجميع سيكون كفار بدون استثناء. النبي سيكون مقصر، والأئمة 12 كفار، وحتى المهدي كافر لأنه لا يمسك الإمامة. خلاص الكل كافر. وعندك الفطحية كفار، يعني وأكثر الشيعة كانوا فطحية باعتراف مؤرخي الشيعة، يعني كنتم كفار، حتى 12 كانوا كفار. دخلت يا شيعي نفسك في هذا المأزق، قسما بالله إن الإمامة لخبطت حياتك ودمرتك وجعلتك إنسان شرير وإنسان، يعني أيش أقول لك. أنا أنصحك يا شيعي أنك تبحث في الإمامة، ابحث فيها قبل أن يقع الفأس في الرأس. في دينكم لا يجوز التقليد في العقائد، ابحث يا أخي بنفسك.